اقدر اقي نفسي من المشاكل اللي بتحصل وتخلي شكلي يتغير. بقت هي دي المعايير اللي الستات بتشوف نفسها بيها جميلة. يعني خلينا نقول ان برضو ان كل ست بتحب تشوف نفسها في احسن صورة ليها، وهي شايفة ان ده الشكل الافضل اللي هي عايزة توصل له. فهو مش خطأ، ولكن هو بقت هي دي المعايير اللي الستات بتشوف نفسها بيها جميلة. فعايزين نتطرق لنقطة ازاي نحافظ على بشرتنا انها ما توصلش للمرحلة دي. يعني ازاي قبل ما يحصل تجاعيد، وقبل ما نترهل، وقبل ما يحصل حفر، عايزين نوصل لمرحلة ان احنا نبقى في السيف سايد، ما نضطرش بقى نلجأ بقى لعلاجات قوية، او كان عايزين وقاية الاول. ده الكونسبت بتاعي انا، وده كلام جميل جدا محترم. انا دايما ماشي بفكرة الوقاية خير من العلاج. طبعا. ودي من الحاجات انا ليا مقالات كتير جدا فيها. كنت عامل مقالات اسمها سماعة الطبيب، وازاي الانسان كراجل او ست يقي او يتقي المشاكل اللي بتحصل الجلدية مم. في الوجه، واللي بتؤدي definitely لمشاكل زي التجاعيد وزي الترهل وزي الحفر بعد حب الشباب وزي الكلام ده. طبعا. وده يعني احنا ممكن نتكلم فيه بعد كده باستفاضة كبيرة جدا، ازاي انا اقدر اقي نفسي من المشاكل اللي بتحصل وتخلي شكلي يتغير. ده موضوع طويل جدا جدا جدا، من اول الجلد، تحسين شكل الجلد والتصبغات زي ما انت تفضلتي قبل كده وتكلمتي، ولحد الترهل اللي بيحصل والتغيير في شكل الوش كله يعني.